السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ بنكمل مع بعض من أول السؤال 34. السؤال 34 بقى لما نيجي نشوف هو بيتكلم عن ايه. قال لك أنا عايز الريشيو بين في بي 1 وفي بي 2. فأنا بروح أشوف المسألة اللي عندي، أنا ايه الجافنز اللي موجودة قدامي وأنا هقدر أتحرك وأحل المسألة دي ازاي. بس أنا فاكر إن المستر قال لي إن أنا عندي كارشوف فيرست لو الأول، لأن بمجرد النظر بلاقي إن أنا عندي هنا في أي وهنا في 2 أي، فأجي عند النقطة بي دول داخلين كده فاي 1، بدل ما اقول اي 1 وعندي مجاهيل كتير انا اقدر اجمع الايات دي مع بعض فاقول ان اي 1 ده ب3 اي. حلو الكلام. وراح اطبق كيرشوف سكند لو كم مره؟ مرتين، مره هنا كده ومره هنا كده. تجيب من المره دي في بي 1 وتجيب من المره دي في بي 2 وتعمل لهم ديفايدد. تعالى الناحيه دي كده ونتكلم على سيجما في بي بتساوي سيجما اي ار. حلو. سيجما في بي اللي هي في بي 1 مفيش بطاريات تاني غيرها، مفيش ولا باتري. تعالى بقى نلف. ابدأ من نقطة ايه وهتمشي على الطريق ده كده. مين الاي اللي مستلم الحتة دي كلها؟ اسمه اي. هيعدي على كام ريزيستنس؟ 2 ريزيستورز. هتبقى 3 اي ار. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف عشان الاي مع المسار. وانا عملت صم للار وال2 ار ادتني 3 ار تايمز اي ب3 اي ار. مين الاي اللي ماشي هنا وماشي كده مع المسار؟ ال3 اي. ما انت الاي 1 بس هنقول 3 اي. 3 اي تايمز هاف ار بلس 3 اي تايمز هاف ار. طب ما 3 في نص بواحد ونص، دي كده 1.5 اي ار بلس 3 اي ار، يبقى ال في بي 1 بتساوي 4.5 اي ار. صليت على سيدك صلى الله عليه وسلم. طب تعالى بقى نكمل تحت بنفس الطريقة ونلف هنا عشان نطلع في بي 2. هتقول برضو في بي 2، احنا قلنا برضو هنعوض في نفس القانون اللي فوق ده. في بي 2 مين الاي اللي ماشي في الطريق ده كله كده؟ هو مفيش غير الاتنين اي 1 تايمز كام ريزيستنس؟ هي دي بس، يبقى هقول لك 2 اي ار. مين اللي ماشي هنا؟ نفس الكلام، ادي 3 اي تايمز نص ار اللي انت عارفها بكام؟ 1.5 اي ار. اللي في بي 2 مجموعهم كام؟ 3.5 اي ار. عندك اعتراض؟ لا. يلا اعمل ديفايد. قول لي في بي 1 ديفايد في بي 2 هتساوي 4.5 اي ار ديفايدد 3.5 اي ار. نكتب 4.5 ديفايدد 3.5 هتبقى 9/7. 9/7 فين؟ 9/7 تبقى سي. كده خلصنا من السؤال ده. تعالى على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بالشياكة كده. قال لك ان قدامك سيركت، انا هقول لك الفكره بتاعتها والتنفيذ وانت بتكمل، اوكي مفيش مشكله. قال لك الابسط فيجر، انا عايز الاي اللي ماشي في ار 3. طب ما انت بالتحليل المبدئي ادي في بي 1 في بي 2 وعندك ار 1 وار 2 وار 3، وانت عندك ادي اي 1 انون اي 2 انون اي 3 انون. طب ما دي مساله كيرشوف تقليديه جدا، ما فيهاش بربع جنيه مشكله. المشكله ممكن تكون عند بعض الناس في المطلوب التاني اللي هو الكونسيومد باور. احنا كل اللي حضرتك مطالب بيه دلوقتي انك تروح تجيب تعمل 3 معادلات 3 equations وتروح تعوض وتطلع قيمة I3 اللي ماشي في ال R3. هو ده اللي هو عايزه. طب سهلة. تعالوا بقى نعمل المعادلات وهقول لك الآيات هتطلع بكام في الآخر على طول. أول equation أنت هتروح تعوض في النقطة A. داخل لك هنا I1 وداخل لك I2 بس خارج I3، يبقى أنت هتقول I1 بلس I2 المفروض بتساوي اي 3. هجيبها الناحية التانية بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف اي 3 بتساوي 0. ودي الايكويشن رقم 1. اتفقنا؟ هل في مشكلة في الحتة الصغيرة دي؟ يبقى دي أول ايكويشن. اللي بعده تاني ايكويشن. تعالى نلف في اللوب الأولانية دي زي ما هو قال. قلت له اتفضل. هنقول سيجما في بي بيساوي سيجما اي ار. سيجما في بي ب20، ما أنا ماشي كده وطالع من البوزيتيف، هتمشي كده الاي اهو وادي الباتري والاي اللي انت شايفه ماشي مع المسار. ايوه، يبقى اقول في اي ارات تانية يبقى اقول 20 اي equal 20 اي 2. حلو. مين ماشي هنا يا صاحبي؟ الاي 3 من التايمز في ريزيستنس 40، يبقى اقول 40 اي 3. طب تعالى نهندلها.
هقول 0 I1 plus 20 I2 plus 40 I3 بتساوي 20. دي الإيكويشن رقم 2. صعبة؟ يبقى انت كده ظبطت اللي عندك دي. خش بقى على اللوب دي، هتطلع ال 3 ايكويشنز، خلاص بتعوض، خلاص خلصت مسألتك. يلا يا صاحبي، ال في بي هي ب10 هتساوي مين الاي؟ انا ماشي كده، قول اي واحد مع المسار مع اللوب بتاعتي، هقول 10 I1. جميل. وهقول 40 I3 محتاجة هندلها، فاقول ادي 10 دي 10 يا صاحبي، I1 plus 0 I2 plus 40 I3 بتساوي 10. دي الإيكويشن رقم 3. هل في مشكلة؟ هتطلع ال 3 إيكويشنز، هيطلع مبدئيا I واحد معاك بكام؟ ادي I1 وانت عندك I2 و I3. يطلع معاك I1 بكام؟ بنيجاتيف 1/7 أمبير، I2 ب 3/7 أمبير، I3 2/7 أمبير. وهو عايز مين؟ I3 يبقى 2/7. دي المطلوب الأولاني. المطلوب التاني قال لك أنا عايز الكونسيومد باور. الموضوع ده عايز من حضرتك تركز سيك. عندك كام باتري؟ 2، واحدة ب20 وواحدة ب10. فأم 20 اللي قدامك دي لازم تاخد بالك إن هي اللي بتعمل ديسشارج، هي اللي بتدي البطارية كلها. فلما تحب تاخد الكونسيومد باور في السيركت، هو الديليفرد باور. انا عايز اشوف انت صرفت كام، فقبل ما اشوف انت صرفت كام انا هعرف انك معاك فلوس كام الاول. فالفلوس اللي معاك هي اللي انت صرفتها. فانا لازم اشوف، عشان اشوف الكونسيومد باور في السيركت، طب ما تشوف الباور ديليفرد. البطاريه دي هتطلع باور قد ايه؟ هتقول لك ان الباور على الباتري اللي قدامك اللي هي 20 بيساوي في بي تايمز الاي اللي ماشي فيها. مين الاي اللي ماشي فيها هنا؟ هو اي 2، يبقى تايمز اي 2. ده 20، واي 2 احنا مطلعينه ب3/7. 3/7 يبقى 3/7 في 20. تطلع معانا الانسر بكام؟ 8.57. تطلع 8.57 واط. خلصت. يبقى احنا قلنا اول واحدة كام؟ 2/7. فين 2/7؟ هو اللي تشوز سي، وبعد كده 8.57 هو اللي تشوز اي. اتفقنا. يبقى دي كده ده السؤال 35. تعالى السؤال كام؟ 36. 36 بسيط جدا جدا. هو بيقول لك مين الريزيستنس اللي ما فيهاش اي. الريزيستنس اللي ما فيهاش اي من حيث المبدأ، لو انت هتمشي على المسار ده كده والكلوزد لوب ده، فاكيد الريزيستنس دي والريزيستنس دي ماشي فيهم اي. اتفقنا. طيب انت لو بنظرة كده سريعة خاطفة، تعال انزل هنا كده. شايف يا صاحبي الجزء اللي انا محدده لك، اللوب اللي انا محددها لك دي كده؟ انت مبدئيا الباتري دي في بي والباتري دي في بي، فالبوتنشال هنا هو البوتنشال عند النقطة دي. فتلاقي ان الريزيستنس R1، ان البوتنشال في الحتة اللي انت شايفه ده هو البوتنشال، لان دي بوزيتيف تيرمينال ودي بوزيتيف. فالبوتنشال في النقطة دي هو البوتنشال النقطة دي، يبقى R1 ما فيهاش اي. ولو انت مش مقتنع روح قول سيجما في بي بتساوي سيجما اي ار. فاهمني؟ وبالتالي لو انت رحت هتقول سيجما في بي، هتقول ما تيجي تلف هتطلع من واحده بوزيتيف والتانيه نيجاتيف، فهتقول في بي ماينس في بي هتساوي اي في ار. فالمقدار ده كله بزيرو، يبقى ار1 اللي قدامك دي هي اللي ما فيهاش ريزيستنس. اند اوف تكست. يبقى هي ار مين؟ هي ار1 اللي هو اللي تشوز رقم ايه. تعالى على اللي بعده. السؤال 37. 37 اللي هو بيتكلم عليها، بيقول لك ان في 2 ده بيساوي 4 في 1. قلت لك طب صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طب انت في 1 اصلا على جنب هنا، تعالى نكتبها كده على جنب. انت تعرف في 1 بيساوي ايه؟ في 1 هو اي في ار. اي في مين؟ في ار. هي الاي بكام؟ ب2 والريزيستنس بار. يبقى اكتب كده دي على جنب، يبقى في 1 اللي انا بتكلم عليها بتساوي 2 ار. حلو. تعالى لي بقى، هو انت مش لسه قايل ان في 2 بيساوي 4 في 1؟ حلو. في 2 اللي عندك ده
احنا سيبه زي ما هو V2 اهو V2 هيساوي 4. هو V1 لسه قايلينه بكام؟ ب2R، ده قيمة ال V1. يبقى ال V2 كده بيساوي 8R. حلو. طيب انا لو قلت لك ان انت داخل من عندك هنا 2 امبير وداخل من عندك هنا اي، مش هيتجمعوا عند النقطة دي ويخشوا هنا ونسمي ده اي داش مثلا؟ طب ما انت عندك V2 ده بيساوي اي في ار، صح ولا لأ؟ صح يا مستر. طب يبقى كده منطقي انك لما تيجي تروح على الجزئية اللي عندك دي المفروض تقول ان اي داش اللي انا بقولك عليها تايمز 2R بتساوي 8R، ونطير كده مع بعض الله يفتح عليك ده مع ده، يبقى 2i داش بتساوي 8 ومنها i داش بتساوي 4. يبقى انت الاي اللي ماشي هنا بكام يا صاحبي؟ ب4 امبير. طب ما لو داخل هنا 2 وطلع 4 يبقى اكيد داخل هنا كام؟ 2 امبير. ودي الانسر، يبقى الانسر ايه؟ بس تعالى على السؤال رقم 38، وسؤال جميل بسيط، جماله في بساطته. السؤال اللي قدام حضرتك ده لما انت رحت بصيت هتلاقي يا صديقي ان النقطة دي زد، فتطلع كده بما انه واير فالنقطة دي زد، فتطلع كده لحد النقطة دي فالنقطة دي زد. ولو النقطة دي واي فالنقطة دي واي، تطلع كده لحد النقطة دي فتبقى واي. مبدئيا كده ما عنديش مشكلة. فتلاقي ببساطة ان شايفين النقطتين دول اكس زد، ان في اكس زد هو في بي. في اكس زد ده هو البوتنشال ديفرنس على البطارية، فقيمته تكافئ قيمة الباتري. طب انا استفدت من الخطوة دي ايه؟ اقول لك لا دي خطوة مهمة. تقول لي ازاي؟ اقول لك صلي على الحبيب. شايف الكلوزد لوب دي؟ ايوه يا مستر. ال VXZ هو البطارية، والبطارية هي بتوزع البوتنشال بتاعها على التو ريزيستورز اللي انت شايفهم دول، اللي هو الريزيستنس 5 دي والريزيستنس 5 دي. قلت لي ماشي. وبناء عليه بقى هتيجي تلاقي ان انت عندك في جزء اهو، تلاقي عندك في جزء اهو كده ان في اكس واي متمثل عندي، او في اكس زد، في اكس زد بتاع البطارية ده هو بيساوي في اكس واي. ليه يا مستر؟ ما هو اللي بيتوزع عليهم بلس في واي زد. في واي زد اجين الفي اكس واي اللي قدامنا ده بتاع البطارية هو اصلا بيساوي مجموع في اكس واي بلس في واي زد. لان انت لو مشيت في اللوب اللي انا قايلها لك ففي البطارية بيتوزع على الاتنين دول. حلو. تعالى بقى نشوف التشويسز ونشوف كلام الراجل. لقيت الراجل بيقول لك ان في اكس واي اكبر من في اكس زد. في اكس واي ده اكبر من اكس زد؟ طبعا غلط، ده في اكس زد هو اللي اكبر لانه بيساوي مجموعهم. طب في اكس واي بيساوي في اكس زد، في اكس واي ده هيساوي في اكس، غلط يا جدعان، هو اقل منه فدي غلط. طب في اكس واي اقل من في اكس واي اقل من في اكس زد، اه صح، دي كده صح. طب بنشوف المطلوب الاخير ده، بيقول لك في اكس واي بيساوي في واي زد. قلت لك لا، تعالى لي، تعالى كده. صليت على سيدك صلى الله عليه وسلم. اروح انا ماسح الكلام ده كده اهو، واقول لك اتقل كده عليا. انت بتتكلمني على في مين؟ دي واي اهي، والنقطة دي زد، والنقطة دي مين يا صاحبي؟ واي برضو. فهو بيقول لك هل في اكس واي، فين في اكس واي اللي هي الفي اللي انا معلمها قدامكم دي، بتساوي في واي زد؟ فين في واي زد اللي هي دي؟ ففي واحد قال لي معرفش. قلت له لا طول بالك، انت مبدئيا شايف البطارية اللي تحت ام 10 والبطارية اللي فوق دي ام 12. البطارية ام 10 لو طلع منها اي هسميه اي 1، والبطارية ام 12 لو طلع منها اي هسميه اي 2. فالايتين دول هيتجمعوا كده زي ما انت شايف، ويجوا عند النقطة واي ويخش هنا في البرانش بتاع الخمسة دي، يخش لها اي 1 بلس اي 2. حلو. حلو. يبقى ادي 5
البوتنشال ديفرنس في واي زد هو بيكافئ I1 بلس I2 تايمز 5. أما في واي زد أو في اكس واي اللي فوق اللي أنا محدده لك بالأحمر ده كده هو بيساوي I في R، يعني بيساوي I2 تايمز 5. طب ما طبيعي المقدار اللي فوق ده اما تقول I1 بلس I2 تايمز 5 كده قيمة في واي زد أكبر من في اكس واي، يبقى التشوز ده غلط، يبقى الأنسر زي ما قلنا سي. اتفقنا؟ خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ببساطة، صلي على سيدك. اما تيجي تبص على السؤال ده تلاقي الراجل بيقول لك يا صاحبي، بيقول لك ان انا عايز ريدنج الاميتر A1 تبقى دبل ريدنج الاميتر A2. قلت له سهله. قال لي سهله ازاي؟ قلت له صلي على حبيبك. قال لي صلى الله عليه وسلم. قلت له في البطاريه في السيركت الاولانيه دي تعالوا نمسكهم واحده واحده. اهو كده، هنا البطاريتين دول مع بعض. طب تو باتريز دول مع بعض هيطلع اي كده، وهيتوزع هنا وهيتوزع هنا. ولكن لو دي ار ودي ار ودي ار، فالارتين اللي تحت دول متوصلين سيريز فيبقى 2 ار. فلو مشي هنا اي قيمته 1 امبير، اللي فوق دي ار بس تاخد الدبل يبقى دي 2 امبير، يبقى جالك من بره 3. طب ازاي كده؟ ريدنج اي 1 ب3 وريدنج اي 2 ب2، يبقى كده اي 1 مش دبل اي 2، يبقى ده غلط. تعالى على بي بسم الله الرحمن الرحيم، البطاريتين دول عكس بعض، عملت ماينس فكده في بزيرو. طب ما كده اي هنا بزيرو واي هنا بزيرو والمسألة باظت على طول من اولها. كتر خيرك، شكرا يا فندم. طب لو انت جيت تشوف المسألة دي عشان تحسبها، هتلاقي ان انت اوريدي عشان تطلع بالمسألة دي هيقولك ان انت عندك تعالى نحسب كلوزد لوب هنا. لو انت رحت على كلوزد لوب هتقول ان دي اسمها في بي ودي اسمها في بي. فلو انت رايح تقول سيجما في بي بيساوي سيجما اي ار، فهتروح تحل. طبعا الفي بيتين دول عكس بعض، يعني هتقول في بي ماينس في بي هتساوي الاي اللي ماشي هنا اللي اسمه اي 1 تايمز الار دي. طب ما دول بزيرو، يبقى اكيد اي 1 بكام؟ بزيرو، فدي باظت. يبقى انت كده اوريدي الانسر هي دي من غير حسابات. طب انا بعد اذنك لا احسبها لي. اقول لك حاضر. لما تيجي تروح تحسبها واحده واحده هتوصل لمعلومه كنت قلتها لك قبل كده. هتقول لي معلومتي يا مستر؟ هقول له حضرتك نسيت ان لما يكون معاك تو باتريز باراليل، هم دول باراليل؟ ايوه. طب يا مستر والار دي والار دي؟ طب ما انت عارف كده ان الفي اللي هيطلع من هنا هو نفس الفي اللي هيطلع من هنا. فالخلاصه اللي عندك بناء على اللقطه دي ان انت هتكنسل بطاريه منهم، هتلغي بطاريه منهم. هو انت لو لغيت باتري منهم، لو لغيت بطاريه واحده خلاص هتمسح دي كده، امسحها. فانت هتقول ايه كده بناء على اللي حاصل قدامنا؟ تعالى نمسح الكلام ده كده عشان ما تتلخبطش. وقلنا ان احنا هنلغي بطارية منهم. قلت له الغي، قال لي اهو. ونقفل الحتة دي كده. لو انت لغيت البطارية منهم لان هما بارل زي ما اتفقنا، هتلاقي ان انت عندك ان هنا في ريزيستنس قد الريزيستنس دي. فلو طلع من هنا 2i من البطارية دي 2i وعدى على A2 2i زي ما انت شايف، هو عايز A1 دبل. اللهم صل على سيدنا محمد. انت كده لو طلع هتقول ان انت هيتوزع هنا اي وهيتوزع هنا اي، فبالتالي كده مش منطقية الرسمة دي. يعني انت لو مسحت ووصلت كده كده الرسمة مش منطقية. طب المفروض انا اعيد رسمها ازاي؟ عشان كده انا قلت لك يكفيني انا هرسمها لك دلوقتي حالا، بس انا لو عرفت ان الباقيين غلط يكفيني ان اعرف ان ده صح. بس اقولها لك، بص يا معلم، الرسمة اللي عندك هتترسم كده، هيبقى في باتري واحدة اهي، خدت واحدة من اتنين، وبعد كده هترسم ريزيستنس وجنبيها A2 وترسم ريزيستنس تانية زي ما انت شايف، وتنزل تحت بالريزيستنس التالتة اللي ناقصة او اللي باقية وجنبيها A1 وتكمل كده. ليه يا مستر رسمتها كده؟ اقول لك، لان بناء على المنطق واحدة واحدة ان انت هتيجي تقول انك تلغيها، بس انت ما ينفعش تشيلها بره خالص. انت هتخلي فيه تو ريزيستورز كده، الاي 1 محدش عارف يقرب له،
لان الاي 1 دي جنبه اهي، فقلت لك ادي اي 1 وادي الريزيستنس اللي جنبه دي اهي. لكن التو ريزيستورز اللي قدامك دول هم اوريدي انا هاخدهم معامله الباراليل، فانا هخلي بطاريه واحده من دول اللي انت شايفها دي هي ماشيه معاهم، وهي اللي بتحط الاي او بتدخل الاي في الاتنين دول، فاهمني؟ وبالتالي لو انت طالع من عندك هنا، او انت طالع من عندك هنا 2 اي، هيتوزع فوق اي ويتوزع تحت هنا اي، ويرجع يكمل يبقى ماشي في اي 1 2 اي، وتبقى دي الانسر بتاعتنا. اتفقنا؟ فينش. يلا 40. 40 يعني هي 40 بسيطة جدا، التركية كلها في الحتة دي. وبعد كده انت بتروح تعمل 3 equations عادي خالص 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 خالص. تعال نشوف بتتعمل ازاي. انا رحت لقيت الراجل بيقول لك ان الريزيستنس اللي قدام حضرتك دي قيمتها 10 اوم. قلت له اهلا وسهلا، بس لقيته بيقول لك ان R2 بتساوي 1.5 R1. طب ما انت عارف ان المفروض ال 10 اوم دي اللي انت بتقولي عليها ما هي الا R1 بلس R2. قلت له حلو. طب ما انت قايل لي ان R2 ب1.5 R1، يبقى هقول لك 10 وسيب الار دي. ما انت قايل لي دي 1.5 R1، يبقى ال 10 بتساوي 2.5 R1، ومنها R1 بتساوي 4 اوم، ومنها R2 بتساوي 6 اوم. بس والله يعني انت هتحط هنا 4 اوم وهتحط هنا 6 اوم. وبعد كده شفت التفاهة، شفت المسألة التافهة. انت ما تيجي تروح تتعامل، هتروح مكبر ومزوم على الرسمة دي كده، وتعمل المسألة كيرشوف عادية خالص، وتروح لافف في المسار ده كده، وتروح لافف في المسار ده. فلو انت لفيت في المسار واحد والمسار اتنين، المسار واحد اللي بقولك عليه، اول حاجة هتروح مطبق القانون الاول هنا. مين داخل؟ داخل اي واحد وداخل اي اتنين وخارج اي، فانت هتقول اي 1 بلس اي 2 ماينس اي بتساوي زيرو. كده انت طلعت اول ايكويشن. والله العظيم والله خلصت. تعال لف في لوب 1 دي، تعال نطلع منها ايكويشن. مش قدامك غير الباتري، سيجما في بي بيساوي سيجما اي ار، يبقى ادي 12 اللي احنا بنتكلم عليها هتساوي الاي اللي ماشي هنا في internal resistance لا، فانت عندك اي 2 مشي من هنا كده وكمل كده، فنقول 6 اي 2. ومين ماشي في الفرع ده؟ ادي اي في 2، يبقى دي بلس 2 اي. صعبة؟ هتقول لي لا. فانت هتروح قايل لي انت في ريزيستنس تانية قدامنا غير ال 2 اي؟ لا. طب تعالى نظبطها نهندلها بقى. يبقى هنهندلها ازاي؟ هقول لك 0 اي 1 بلس 2 اي، او بلس 6 بقى اي 2 بلس 2 اي بتساوي 12. صعبة؟ ادي دي المعادلة التانية. يعني انا هعمل ال 2 اي، الاي ده كأنه اي 3 مثلا. تعالى الناحية دي هنلف بقى، الفي بي هي برضه ب 12. الاي اللي ماشي اي 1 للمعلم ده تايمز في 4، فنقول 4 اي 1. وماشي هنا 2 اي، تعالى نهندلها، يبقى 4 اي 1 بلس 0 اي 2 عشان مش موجود، بلس 2 اي بتساوي 12. ايه ده بس يا جدعان؟ هو انت لازم تعقدها يا صاحبي؟ ما خلاص خلصت. يبقى انت هتقول بس بناء على الرسمة اللي قدامك دي، ودي المعادلة رقم 3. دخل التلات معادلات عندك، هتلاقي مبدئيا ان رقم واحد اي 2 طلعت معاك بكام. هو عايز بقى ايه؟ اي 2 اي 1 واي 2 واي. تعال نشوف اي 1. استنى كده معايا، احنا عايزين اي 1 واي 2 واي. يطلع معانا اي 1 ب 1.64، ويطلع معانا اي 2 ب 1.09، ويطلع معانا الاي بتاعك ب 2.73، وخلصت المسألة. هي التركية كلها كانت في الحتة الصغنطوطة دي. اتفقنا؟ كده خلصنا الجزء ده. بس تعالى على السؤال 42. السؤال 42 بالشكل كده مع بعض. 42 لما جيت اشوفه بيتكلم على ايه، لقيت بيقولك ان الشكل اللي قدامك الاي اللي ماشي اللي عندي ده قيمته 1 امبير. قلت له تعالى شوف بقى المسألة دي كده مع بعض. فلما انت قلت لي قيمته 1 امبير، هو عايز يعرف مبدئيا بوتنشال النقطة A والبوتنشال عند النقطة B.
احنا عارفين ان البوتنشال عند النقطة دي ب0 فولت، يبقى البوتنشال هنا بكام؟ 0 فولت. حلو. فلو انت عايز تجيب البوتنشال ديفرنس، فطبيعي لو دي 0 ودي النقطة A، فبوتنشال النقطة A بيساوي I في R. ليه؟ ما هو انت البوتنشال ديفرنس بيساوي VA ماينس 0، فطبيعي انت اللي هتلوزه او اللي انت هتخسره هنا هو بزيقة، يعني الماينس ما بين النقطتين دول يكافئ ده. طب ما لو دي بزيرو يبقى انت خسرت 1.5، فخسرت كل اللي معاك. فهنقول 1 تايمز 1.5 ده ال V اللي بيساوي I في R، يطلع ب 1.5 فولت. فعشان ما تتلخبطش في سمي النقطة دي Z، ده اختصار كلمة زعبل. في A Z بيساوي في A ماينس في Z. في A Z لسه قايلين ب1.5 فولت، في A هي اللي مطلوبة وزعبلها ب0، يبقى في A ب1.5 فولت. خلصت. 1.5 فولت، يبقى يا إما B يا إما D، وده غلط وده غلط. تعالى لي بقى، عايزين نروح على بوتنشال النقطة مين؟ نروح على بوتنشال النقطة B. فلو انت ماشي زي ما انا علمتك، هتروح برضه، تعالى نحسبها واحدة واحدة. هتروح قايل لي يا مستر ان في زد بي بيساوي في زد ماينس في بي. هل في طريقتين؟ اقول لك ادي الطريقة اللي بنقول عليها، وفي طريقة ان انا احط الفولتميتر زي ما انا قلتها لك قبل كده. هقول لك الطريقتين دلوقتي. في زد بي اللي انا بحكي عليها هو البوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين دول. طب انت عارف الاي اللي ماشي هنا بكام؟ في واحد قال لي مستر الاي ب1 امبير، فانت هتروح تقول ان الفي اللي قدامك بكام يا صاحبي؟ الفي اللي انت واخده اللي قدامك ده، اللهم صل على سيدنا محمد، ب 2.5. قلت له حلو. فانا يا مستر هقول ادي 2.5 وهقول 5 ادي 2، بس ده انا خسرته، فانا هقول نيجاتيف 2.5 بلس 2 ايكوال في زد بزيرو ماينس في بي. حلو الكلام. فانت هتقول هنا نيجاتيف، ده انت خسرت ولا ده بالبوزيتيف؟ هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف، هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، وهنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. فالطريقة دي ممكن تلخبط البعض. طب استنى كده، استنى كده، خلي القانون، استنى ارجع، خلي القانون اللي فوق ده موجود، وتعالى اقول لك الطريقة بتاعتنا البسيطة خالص الحلوة خالص، ان اوصل فولتميتر فوق هنا. تعالى كده، وهقول لك التانية على طول، او الطريقه بتاعت الخط اللي انا بقولك عليها دي طريقه كمان جديده. هحاول اقول لك طريقه جديده بس في الفيديو اللي ورا ده على طول. شايف الفي اللي قدامك ده؟ المستر قال في قاعده عندنا اسمها سيجما في بتساوي زيرو. اسمها ايه؟ سيجما في بتساوي زيرو. قلت له اتفضل، انا هجيب في زد بي عشان اعوض بيها في القانون اللي فوق ده. سيجما في بتساوي زيرو، فانت الاي اللي ماشي من هنا اهو، ده بالبوزيتيف وده بالنيجاتيف وماشي 1 امبير. هنجمع فيهات، 1 في 2 ب2.5، بس هيبقى بالنيجاتيف، يبقى دي نيجاتيف 2.5 وادي بوزيتيف 2 وادي بلس، بنحطها بلس في زد بي هتساوي 0. يبقى في زد بي بتساوي كام؟ زي ما انا كنت كاتبها فوق، هتطلع بكام يا صاحبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد، هتطلع هنا نيجاتيف، بتطلع ب 0.5 فولت. حلو الكلام، جميل. فانا هروح كاتب هنا دي ب 0.5 هتساوي في زد ابو 0 ماينس في بي، نفس اللي انا كنت كاتبه في الستيب اللي قبل ما امسحها. يعني الستيب اللي انا قبل ما امسحها مش كنت قايلين نيجاتيف 2.5 هتساوي بلس 2 هتساوي نيجاتيف في بي؟ طب ما انت عندك كده الفي بي هتساوي كام يا صاحبي؟ الفي بي تساوي نيجاتيف 0.5 فولت، والكلام منطقي. مش الفي بي كبطارية، لكن الفي عند النقطة بي. الكلام منطقي لأن أنت عارف الأي بيمشي من الهاي لللو، فعشان الأي يمشي من الهاي لللو، لو الهاي بتاعك زيرو فأكيد اللو نيجاتيف، عشان كده دي نيجاتيف 0.5، ده من غير أي حسابات. اتفقنا؟ طب جميل، تعال نروح على السؤال 34. السؤال 34 وسؤال حلو قوي، هنقوله بطريقة معينة احنا كنا قلنا في الريفيجن وهنقوله تاني. السؤال ده عشان يتحل معانا واحدة واحدة، انت تحله ازاي؟ اقول لك صلي على سيدك صلى الله عليه وسلم.
هو الراجل قال لك ان في 2 ب 24 فولت وده ب 21 فولت. تيجي ناخد المسار اللي انت شايفه ده. مسار ايه؟ المسار ده كده. هتاخد المسار ده ليه؟ هاخد المسار عشان اروح انا على قانون سيجما في بيساوي 0. والمسار اللي انا بقوله انا بجمع فيهات طول ما انا ماشي في طريقي. كل ما هو في البطارية، وهفرض ان الاي اللي ماشي هنا هو اي السيركت كله اللي قيمته اي، وهو اللي ماشي هنا واللي قيمته اي، وهو اللي ماشي هنا وقيمته اي، وهو اللي ماشي هنا قيمته اي. وده ده البوتنشال لو انت واقف عند النقطة دي والنقطة دي، فكأن دول ريزيستنس واحدة اهي، كأن دي ريزيستنس واحدة، وانت بتخش من البوزيتيف وبتطلع من النيجاتيف. فقيمة البوتنشال ما بين النقطة دي والنقطة دي ب21، بس انت هتاخده بالنيجاتيف وانت خارج. والاي اللي بيكمل هنا بيلاقي في وشه ريزيستنس ار سمول، فكأنها برضه ريزيستنس وانت داخل من البوزيتيف وخارج من النيجاتيف. تعال نجمع الفيهات بعد ما حضرناها. انت لقيت ان البطارية ب 42 وانت خارج من البوزيتيف، فهتقول 42 فولت. كملت الناحية دي هتلاقي معاك الاي اللي انت ما تعرفوش تايم 6، بس انت عارف ان الحتة دي طبقا لكلامنا ان ده بوزيتيف وده نيجاتيف، فهقول نيجاتيف 6 اي. وانت مكمل في طريقك فوق ده قيمة في ب 21، بس انت خارج من نيجاتيف، هتقول نيجاتيف. انا بقول ايكوال ليه؟ المفروض دي نيجاتيف كده. لسه كنا في مكاننا. هتقول نيجاتيف كام يا صاحبي؟ 21. تيجي تنزل تحت هتلاقي ان الاي باي ولكن الريزيستنس ب1، وهناخدها بنيجاتيف، فهقول نيجاتيف اي بتساوي 0. حلو. تعال نخلصهم مع بعض. ادي نيجاتيف 6 اي وادي نيجاتيف اي، يبقى ادي نيجاتيف 7 اي، وادي 42 شيل منهم 21 يتبقى لك نيجاتيف او بوزيتيف كام يا صاحبي؟ 21 هتساوي 0، يبقى 7 اي بتساوي 21، يبقى الاي ب3 امبير. فلو عرفت ان الاي اللي ماشي هنا ب3 امبير، فالاي ده 3 امبير والاي اللي ماشي هنا 3 امبير. ففي واد برنس قال يا مستر هو في 2 ده. تعالى كده معايا نقسم البحر كده نصين عشان نحل. مش انت قايل لي في 2 مبدئيا واحدة واحدة هو بيساوي اي في ار؟ اي في ار. في 2 قيمته جاهزة عندي ب24، والاي اللي ماشي اوريدي انا انتوا عارفين قيمته 3، بس الار اللي عندك ما هي الا ريزيستنس دي زائد الريزيستنس دي اللي انا بحددهم لك دول، اللي هي 6 بلس ار1. حلو. ودي التلاتة دي الناحية التانية بالديفايدد تبقى 24 على 3 فيها 8، يبقى 8 بتساوي 6 بلس R1، ومنها R1 ب2 اوم لأن هو كان عايز R1. تعال نطلع R2 بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. بنفس الطريقة والأسلوب اللي عندك تروح تلاقي إيه يا صديقي؟ إن أنا أروح أقول لك V2 ده أو V1 أنا وأنتوا عارفين إنه برضه بيساوي I في R. V1 عندنا ب21، والاي انا وانتم مطلعينه بكام؟ ب3، ولكن الار هي مجموع R1 وR2، فانا لسه مطلع R1 ب2 بلس R2 اللي انا معرفهاش. اقفل البراكت عشان المسألة ما تبصش. فانت هتودي 27 اوفر 3 بكام؟ ب7. يبقى انت السبعة هتساوي 2 بلس R2، ودي الاتنين الناحية التانية بالنيجاتيف، ومنها R2 هتساوي 5 اوم. يبقى انت كده ارجع بقى لمسألتنا. انت ريدنج الاميتر طلع 3 امبير، ادي اول لقطة. قشطة. بعد كده R2 هو عايز R1 طلعت 2 اوم زي ما اتفقنا. طب وبعد كده بقى 2 اوم انت عايز R2 طلعت ب5. اتفقنا. قشطة زي الفل. ودي في الفيديو الجاي برضه هروح اعمل لك ليها طريقة تانية اللي هي في نفس طريقة الحل بتاعت مين 44، بس نثبت الطريقة بتاعتنا الاولانية. طبعا 44 انا حليتها معاكم في الحصة، فاهمني، او حليت اختها بالظبط،
مش فاكر كان هي ولا اختها. هي ومين؟ احنا فوتنا مسألة. اوه، ده انا فوتت 41. هي 41. انا 41 هترجع للشرح. 41 هترجع للشرح. كويس انا فوتها. 41 انا حللها في الحصة بالكلمة، يعني انا حللها في السيشنز بالارقام. انك داخل لك فوق 3 وانت ماشي عندك هنا 1 امبير، وبعد كده هتاخد الكلوزد لوب سيجما في بيساوي سيجما اي ار، فهتطلع الفي بي دي. وبعد كده انت بتحط الفولتميتر فوق هنا كده ما بين النقطتين دول. وكانت الناس بتسالني ليه خدت المسار اللي تحت. انا دلوقتي انت لو خدت هتاخد المسار اللي فوق، فهتطلع معاك 41 زي ما حليناها بالظبط في الحصه. هتفتح الحصه هتلاقيه على المنصه. تعال نروح على السؤال 44 والسؤال 45. نروح على 44 الاول كده مع بعض واحنا بندردش. 44 يا حضرات بقول لك the following figure shows a part of an electric circuit if the consumed power between النقطتين A و B كان ب 210 والinternal resistance مفيش. طب تعالى، مش احنا اتفقنا مين بيستهلك في السيركت؟ قلنا السؤال ان الريزيستنس دي بتكونسيوم باور. الباتري 30 doesn't consume لان دي بتدي ما بتاخدش. الأربعة بتكونسيوم باور. الفي بي هي عشان الاي داخل في البوزيتيف تيرمينال فبتكونسيوم، دي بتكونسيوم ودي بيحصل فيها كونسومشن وهنا كونسومشن ودي كذلك. فتعالوا نقول ان ال 210 بتاعتنا اللي انت بتتكلم عليها دي اهو، ان ال 210 ما هو الا اي باور 2 في ار، يبقى دي 9 تايمز 10 واقول بلس اي باور 2 في ار. الاي دي باور 2 ب 9. مين الار التانية؟ 4 واقول بلس اي في في اللي هو الاي ده في الفي دي يعني 3 في بي. خلصنا؟ لا لسه. اي باور 2 في 6 يعني 9 تايمز 6. تعال هتقول هنا 210 ايكوال ادي 90 بلس 4 في 9 36 بلس 54 بلس 3 في بي. تعال خلاص على الكالكليتور هتقول 90 ماينس بقى، هخلي دول كلهم اعمل لهم بلس واشيلهم من 210. ماشي، يبقى هقول 210 ماينس افتح البراكت 90 بلس 36 بلس 54 اقفل البراكت وقول ايكوال هتساوي 30. يبقى دي 30 بتساوي 3 في بي. يبقى الفي بي هاي بكام يا صاحبي؟ ب10 فولت. ده كده احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في السؤال 44. يبقى الفي بي هاي ب10 فولت. خش على اللي بعده. انت عايز البوتنشال ديفرنس بين النقطة A والنقطة B. انا قلت لك نفس الطريقة بتاعتنا البسيطة جدا. احنا هنوصل فولتميتر فوق كده اهو. الفولتميتر اللي انا بوصله عندك احنا رحنا على طريقة سيجما في تساوي 0. حضر المسألة، احنا بنجمع فيهات وطريقة تافهة جدا 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 جدا. الاي ليه يا مستر مش الاي ماشي مع المسار؟ اصبر يلا، مفيش مسار هنا. احنا هنا اللي بنقوله ان الاي اللي داخل ده لما بيخش هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، فقيمة الفي ب 30 فولت. بس وانت ماشي على المسار اللي احنا بنفرضه ده كده، انت هتمشي كده هتخرج من البوزيتيف ولا من النيجاتيف؟ نيجاتيف. هتقول نيجاتيف 30 وهنا هتقول بوزيتيف 30 وهنا 3 في 4 ب 12 داخل بوزيتيف وخارج نيجاتيف، يبقى معانا 12 فولت هناخدهم بال 12. والفي بي هي دي ب 10 فولت وخارج من النيجاتيف، فانت هتاخد ال 10 بالنيجاتيف. و3 في 6 ب 18 ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ معاك 18 فولت هتاخده بالنيجاتيف. تعالى نكتب يا صاحبي. هتقول سيجما في بتساوي 0. هنا اول بوتنشال عندي ب30 بس بالنيجاتيف فاقول نيجاتيف 30، وادي 30 بالبوزيتيف فاقول بلس 30. كنسلوا بعض واحنا لسه في البداية. انت عندك هنا في 12 بالنيجاتيف فاقول نيجاتيف 12، وانت عندك في 10 بالنيجاتيف فاقول نيجاتيف 10، وادي عندك 18 بالنيجاتيف فاقول نيجاتيف 18 بلس في اي بي بتساوي 0 على طول. فاهمني؟ استنى ما نمسح الجزء اللي فوق ده. طلعنا ده اهو. ماشي يا صديقي. طيب تعال نخلصها بقى.
نيجاتيف 12 ونيجاتيف 10 ونيجاتيف 18 12 و18 30 وادي 40، يبقى انت هتقول نيجاتيف 40 بلس في اي بي بتساوي 0، يبقى في اي بي ب 40 فولت على طول. يبقى الانسر سي. اتفقنا؟ حبيت تقولها نيجاتيف في بي بتساوي نيجاتيف اي ار، خلاص، او سيجما في بي بيساوي سيجما اي ار، وحطيت الفي اي بي بالنيجاتيف، ما هي بالظبط، خلصت المسألة. ادي السؤال ده خلص. تعالى على السؤال 45. 45 بيتكلم على ايه يا حضرات؟ 45 يا سادة بيقول لك in the opposite electric circuit the readings of the ammeter and the voltmeter. المسألة دي فيها ثغرة، فيها تركاية، وقلناها في الريفيجن. ايه الثغرة اللي ممكن تكون موجودة عندك هنا؟ ففي واد لمح البرانش، او لمح، تعالى نفرض احنا اتجاهات الايات من عندنا. فين البطارية الكبيرة دي؟ 50، فخلي الاي واحد ده طالع منها، ماشي، وخلي البطارية 20 الاي طالع منها برضو مثلا. عايز تخلي الاي طالع منها واتنين الجماعة ده اي 2، مش هيفرق الاي لو طلع بالنيجاتيف احنا عكسين اتجاهه. طيب يعني مثلا، او خلي الكبيرة دي بتديهم هما الاتنين مثلا بالمسار اللي انت شايفه ده، بس كده، لا اكتر ولا اقل. فقلت لك صلي على سيدك. انت بناء على الثغرة ان انا لقيت واحد بيقوله من نفسه، بيقول يا مستر انا هلف هنا. قلت له ليه؟ قال لي اصل انا لمحت ان الاي 3 مفيش ريزيستنس في البرانش ده يتايمس فيها. ايه القلب ده؟ يلا، ان الاي 3 مفيش ريزيستنس، فلو انا لفيت سيجما في بتساوي سيجما اي ار في اللوب دي هيطلع اي 3 بزيرو. قلت له طب يلا توكل على الله. قال لي هكتب القانون واقول سيجما في بي بيساوي سيجما اي ار، وهنلف لفة في بيهات ولفة اي ارات. قلت له جميل. هنروحنا على لفة الفي بيهات الاول. انت خارج هنا من بوزيتيف 10 ومن بوزيتيف 20، فانت معاك 30 على طول عشان نقصر الليلة. هتيجي تمشي تحت من اول النقطة دي وتمشي مع المسار. اي 3 مفيش ريزيستنس، فهنقول 0 اي 3، يعني بزيرو كله طار. هتروح تمشي الناحية دي، سيبك طبعا ده، ملاقيش بني ادم براس كلبة شاغل نفسه بالفولتميتر ده مش معايا في الحسبة يا صاحبي. انا مسحت اهو، عشان ما تقوليش الاي في اي هيمشي هنا. الاي 2 هيستلم من هنا ويكمل في وشه كده. الاي 2 مع المسار ولا مش مع المسار؟ مع المسار، يبقى هتقول بلس 5 اي 2، ومنها اي 2 6 امبير. صعبة؟ هل فيها مشكلة؟ يبقى انت كده ورحت مطلع اي 2. ففي واحد قال يا مستر طب صلى على النبي، قلت له عليه الصلاة والسلام. قال لي انا بما اني طلعت اي 2، طب ما انا شايف المسار الكبير ده كله كده اهو، وممكن اطبق فيه القانون مرة كمان. قلت له اتفضل. قال لي يا مستر هروح اقول سيجما، هروح اقول ايه بقى؟ يلا يا قلم. سيجما في بي بيساوي سيجما اي ار. قلت له اتفضل. قال لي سيجما في بي، فانت معاك الخمسينية هي الوحيدة اللي موجودة، وتعالى نقول الاي ده مع المسار، ايوه، يبقى اي 1 تايمز 3. قلت له هل الاي 1 ده جاي من ورا من هنا وخد التلاتة دي كمان؟ قال لي ايوه. يقول لي يبقى 6 اي 1، وماشي مين هنا؟ بلس 5 واي 2 مطلعينه ب6، يبقى ادي 50 بتساوي 6 اي 1 بلس 5 في 6 ب30. ماشي ماشي. بعد كده تعمل ايه يا صاحبي؟ تودي ال30 دي الناحية التانية. استنى كده، انت ايه لاي 2 ب6، ماشي، حلو، 6 في 5 ب30. احنا عملنا حاجة غلط؟ هل انا قلت الفي بي ب50؟ حلو. وانت عندك الاي 1 جاي منين يا صاحبي؟ جاي على التلاتة، خد التلاتة دي، ماشي، وخد التلاتة دي، حلو. هل انا اغفلت حاجة؟ ام سوري، في لفة الفي بيهات انا قلت عشان ناخدها على طول غلطت. الفي بيهات دي 30 لان انا شايف في كسور، لان انا مش شايف ان في ديفيجنز اصلا. عشان لما تيجي تقول لي ريدنج الاميتر انا مش لاقي في ديفيجنز، مش لاقي في كسور. لان انا لما جيت حسبتها بدماغي دلوقتي لقيت 30 50 وتشيل منها 30 تاني 20، هتقول 20 على 6 هتلاقي في ديفيجنز. فاهمني؟ ده اللي وقفني وانا بحل معاكم، هلاقي في بوينت في ديسيمال. فلقيت ان انا فوتت ال10 دي بتسرع مني وانا بحل، فالمفروض تزود هنا 10.
فتدينا الانسر دي كام هنا على طول؟ 60. 60 كده. عشان ال30 دي لما تروح الناحية بالنيجاتيف يتبقى لي 30 بتساوي 6 اي 1، ومنها اي 1 بيساوي ايه؟ 30 على 6 فيها الخمسة، 5 امبير. ودي ليا وليك، ان لو انا جيت اتسرع في خطوة عشان انجز نفسي هغلط، فاهمني؟ لان انا هوقع رقم. قشطة. يبقى انا كده طلعت اي 1 وطلعت اي 2، واحدة ب6 واحدة ب5. هو عايز ريدنج الاميتر اي 3. طب ما تروح على القانون اللي انت لسه قلته، اللي هي النقطة دي مثلا. قلت له انهي نقطة؟ قال لي مش انت داخل لك اي 1؟ قلت له ايوه. قال لي وانت مطلع اي 2 بلس اي 3 بيساوي اي 2 بلس اي 3. طب ما انت عايز اي 3 اللي هي ريدنج الاميتر، يبقى اي 3 اللي انت بتتكلم عليه بيساوي اي 1 ماينس اي 2. قلت له حلو. هو اي 1 احنا مطلعينه بكام؟ ب6، يبقى ده 6. واي 2 ب5، يبقى اي 3 اللي انا بتكلم عليه ده يا صاحبي 1 امبير. تعال نشوف. هو عايز ايه؟ ريدنج الاميتر. قلنا 1 يبقى يا اما ده يا اما ده. ده غلط وده غلط. هو عايز ريدنج الفولتميتر. لسه باقي ريدنج الفولتميتر. تعالى يا صاحبي اقفل الكلام، امسح كده. امسح الكلام ده كله عشان ايه مبهدلش الدنيا. تعالى لي. هو ريدنج الفولتميتر اللي بنتكلم عليه، تعالى على اللوب الصغنطوطة دي. هو الاي ماشي من هنا، هو اي 1. احنا مطلعين اي 1 بكام معانا؟ ب5، يبقى هنا في 5. خلاص. تعال. هو انت لو حبيت تلف يا صاحبي هتلف هنا كده، سيجما في بيساوي 0. ماشي. احنا بقى شغالين في الجزء ده هنا كده، فهقول لك سيجما في بيساوي 0. فلو انت رحت على سيجما في بيساوي 0 هتقول يا صاحبي كام؟ طالع من البوزيتيف، فانت هتقول 10. وده بوزيتيف وده نيجاتيف، فانت هتقول نيجاتيف كام؟ 15. بلس ريدنج الفولتمتر اللي انا بتكلم عليها بتساوي 0. حلو الكلام. يبقى نيجاتيف 5 بلس في بتساوي 0، ومنها البوتنشال ديفرنس بيساوي 5 فولت. يبقى الانسر 1. ريدنج الاميتر ب 1 و5. 1 و5 يبقى اللي تشوز رقم بي. ده طبعا غلط لان ده مش ب3. اتفقنا؟ في ادنى مشكلة في الجزئية دي؟ بس خلاص. هعيد لك حاجة؟ لا. يبقى احنا كده واقفين عند السؤال 45. فينش.